أكد أمين سر لجنة النظر في الجنائز المسحوبة الدكتور نايف العجمي أن اللجنة ما زالت مستمرة في أعمالها، وقد نظرت في الفترة الماضية في عدد من الملفات واتخذت قرارات بشأنها، موضحا أن اللجنة تنظر حاليا في عدد آخر من الملفات لدراستها واتخاذ ما تراه مناسبا تمهيدا لرفع تقريرها الثاني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء. العجمي قال إن اللجنة تؤكد التزامها في جميع أعمالها بالإنصاف والموضوعية والمهنية بعيدا عن الضغوط السياسية وغيرها، واضعة مراقبة الله ثم ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي نصب أعينها. وأضاف أن اللجنة تهيب بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومات الخاصة بأعمالها والاقتصار على البيانات الصادرة عنها، وذلك لحساسية الملفات المنظورة وخصوصيتها، كما أنها تنفي علاقتها بالمعلومات المتداولة في الفترة الأخيرة.